انت سامع؟ الفضة ولعت ومش بتهزر. احنا دلوقتي بنتكلم على اعلى قفزة للفضة من 13 سنة. صلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام وركز بقى معايا. اللي بيحصل في السوق اليومين دول مش صدفة، في حركة غريبة. المعروض بيقل والطلب بيزيد بطريقة مجنونة، خصوصا من مصانع الطاقة الشمسية حوالين العالم. واحنا هنا في مصر متأثرين كمان باللي بيحصل. الدولار طالع والفضة سعرها بيغلى أكتر، ده بيخلي الجرام في مصر سعره يزيد كل يوم. الموضوع مش بس للمستوردين أو التجار، ده أنت كمان لازم تكون واخد بالك. في ظل الأسعار اللي بتجري والعملة اللي بتضعف، الفضة بقت بالنسبة لناس كتير مش مجرد معدن، بقت وسيلة أمان والادخار بيفكروا فيه بجد. يعني ببساطة اللي بيحصل دلوقتي مش عادي، ومش لازم تستنى لحد ما يفوتك القطر. اسأل نفسك، هو أنا مستني إيه؟ الناس بدأت تتحرك. طب وإنت لو حسيت إن الفيديو ده فادك أو فتح عينك على حاجة جديدة، ما تبخلش بقى عليا باللايك عشان الفيديو ده يوصل لعدد كبير من الناس، واشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد أول بأول.